أبدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل التي طالما اعتبرها الشيطان الأعظم. جاء ذلك في حوار له مع صحيفة لوبينيو الفرنسية، وصرح تبون بأن الجزائر ستكون على استعداد لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل في اليوم ذاته الذي ستكون فيه دولة فلسطينية كاملة. ويأتي هذا التصريح ليوضح حقيقة نظام الجارة الشرقية التي طالما كان الاتهامات للمغرب بزعم تحالفه مع إسرائيل لضرب المصالح الاستراتيجية للبلاد. ويرى متتبعون للشأن الجزائري أن تصريح تبون يفضح ازدواجية الخطاب لدى حكام المرادية الذين حرضوا ضد المغرب ولا يزالون منذ استئناف العلاقات مع إسرائيل. وفي استمرار للموقف العدائي للجزائر تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية قول تبون للصحيفة الفرنسية إنه سبق وحذر نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من ارتكاب خطأ فادح في هذا الملف، في إشارة إلى دعم باريس لمغربية الصحراء.